الله والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة عزيان فو ترحب بالجميع داخل وخارج الوطن. موضوع اليوم المنتخب الوطني ونتيجة القرعة التي أجريت أمس بالولايات المتحدة، وأعتبرها أنا شخصيا بقرعة قرعة جيدة للفريق الجزائري. أنا قلت لهم بلي بزاف سقسوني قالوا لي واش رايك في هذا التيراج. قلت انا نمد رايي في هذا لا فيديو في هذه الحصه، ورايي هو ان ما يتغيرش، ان تيراج جوابل. يعني الفريق الوطني صراحه الا كان نروحوا للمونديال ما نروحوش باش نلعبوا مع الفرق الضعيفه ولا نلعبوا فرق عندها مستوى، باسكو كاين 48 منتخب 47 كي نقلعوا الجزائر 47 منتخب، ما غاديش نروحوا تما باش نتمنوا نلعبوا مع فريق ضعيف. وما كاش فرق ضعيفه، حتى ولو كاين بعض الدول الجديده اللي اول مره تشارك في كاس العالم كما الاردن اللي غادي نتلاقوا معاها، كما كوراشا وهذيك اللي لعب طاحت مع طاحت في جروب مع لا هولند وقيلا، ولا مع الالمان عفوا. يعني انا قلت بلي لا كوب دي موند نستاهلوها ولا ما نستاهلوهاش. كاليفينا الحمد لله غادي نلعبوا في ان جروب تري بون جروب لينا، باسكو بريميرمون نمد لافي سور الارجنتين. انا متفائل جدا باذن الله تعالى مع هذا الفريق، مع هذا المنتخب اللي بالك الناس بزاف يعتبروه قوي. طبعا هو فريق قوي لان فاز في كاس العالم، ولكن كي تشوف لي فيكتوار في لا كوب دي موند تشوف بلي دي فيكتوار تيرو بيت لي بينالتي. صافي دير كو فرنسا تعقلوا لا فينال كانت قادره تماركي في الطون اديسيونال هذاك تاع كولوماني، لولا براعات الحارس وكذلك الحظ يلعب دور كبير في كاس العالم. انا رايي توجور نهضر انا هكا. الفوتبول سي لي بوت، الفوتبول سي با اون سيونس اكزاكت. تماركي تربح، عندك الزهر، كاين ضربات جزاء، كاين يعني كاين بعض العوامل اللي تخلي الفريق يربح في المقابله. والتاريخ تاع كاس العالم هو اللي يهدر. كاس العالم كان عده فرق، عده منتخبات قويه لم تفز بكاس العالم، لعبت بولا ولعبت ومدت فوتبول وترانسفورمات الفوتبول، لا ريفوليسيوني الفوتبول. مثل باغ اكزومبل لا هونغري تاع لي زاني 40 لي زاني 50. لا هونغري كانت لا ميور كوب دي موند ولا لا ميور كوب دوروب وما داتش لا كوب دي موند. ربحت مع الالمان في 54. غادي نهرب لكم شويه بعيد سمحوا لي. ربحت مع الالمان في البريمي تور، ربحت 8-3. وفي لا فينال تلاقات مع الالمان في لا فينال اون 54 خسروا 3-2، وكانوا رابحين 2-0 في لا فينال وخسروا 3-2 وداتها الالمان في كاس العالم تاع 54. لا هولند 74 لا ميور ايكيب دي موند، ربحوا البرازيل، ربحوا الارجنتين، ربحوا الارديه، خسروا مع الرفا مع الالمان الغربيه ذاك القيس. ان بوت دو بوت ا ان في البريمير ميطون، وين تماركاو البون. دوزيام ميطون دوميناسيون توتال تاع لا هولند تقريبا كاع، ولكن البولا بغات الالمان ودات لا كوب سي فري. الالمان تستاهل ذاك القيس، ثاني ستي اون غروند ناسيون دو فوتبول. نعرفوا لي بيكامبور، لي ميلر، لي هولزامبين، لي رومينيغي، لي غران جوار، والماير الحارس ماير هذاك ما نساوهش. اداو لا كوب دي موند. والامثله كثير. لا هولند في 2010 راكم تعقلوا لا فينال مع الاسبان، دوميناسيون توتال، دي زوكازيون اون نت. ولا هولند ربحت اسبانيا في البريمي تور 5-1. في لا فينال الاسبان داتها 1-0 بتاع انيستا. دونك على هذه خرجت لكم شويه على الموضوع. لا كوب دي موند انا متفائل مع الارجنتين ان شاء الله. عندنا الكلمه تاعنا بهذا المنتخب باللي راه عندنا، والمنتخب الوطني لاعبين في المستوى، وان شاء الله من المونديال يكونوا اكثر واحسن. وربما بالخبره تاع لا كوب دافريك اللي راهي جايه، وين انا ثاني راني متفائل بها. لا كوب دافريك اللي راهي جايه ان شاء الله. دونك المنتخب الارجنتيني، وخاصه هذه بين قوسين شويه لانيكدوت، غادي نلعبوا لو 16 جوان. لو 16 جوان يفكرنا بال 16 جوان تاع 82 وين ربحنا الالمان 2-1 مع لوتريش. هذه لوكازيون اللي غادي شغل اون ريفونش على لوتريش اللي تسبوا في الاقصاء تاعنا في 82. حتى ولو حنا مسؤولين، باسكو حنا الاولى لعبنا مع شيلي كنا رابحين 3-0 كنا كاليفي دوزيام ميطون ما نشعبش صرا تغييرات تاع المدرب. بون هذا سي موضوع واحد اخر. عشينا اليميني بار غول افيراج سالمون. تفاهموا علينا الالمان مع لوتريش 1-0 13 مينوت ماركا ريباش. والناس كاع في سيرتو في اسبانيا اللي حضروا داك القيس، وكاين لي فيديو تنجموا تشوفوهم
وين الجمهور الاسباني اللي كان حاضر ما عجباش الحال، ورفدوا مشاو يربوكين باش يديروا نصوب بلي هذا الماتش تروكي. وعلى جاله بسبب هذاك الماتش لا فيفا بدلت القوانين تاع التروازيام جورني يلعبوا في وقت واحد. اذا عندنا اون ريفونش ماشي غير على هذه، باسكو هما ربحونا 2-0 فما نساوهاش كي ربحنا الالمان 2-1 في الدوزيام جورني تلاقينا معاهم خسرنا معاهم 2-0 ماركنا كرانكل وشاشنير. شاشنير هو الاول وكرانكل، وكانت عندنا فرص وضيعناها مالوريزمون ما نبقاش نعاودوا نولوا هذاك الماتش. عندنا اون ريفونش، فريق معتبر، فريق قوي، الفريق النمساوي قوي، ولكن نجموا تكون عندنا الكلمه ان شاء الله ونربحوا هذيك المقابله، وانا متفائل. المقابله الثالثه مع الاردن ربما بكل تحفظ نقول هي اللي غادي تكون صعيبه علينا، لان المنتخب العربي منتخب جديد، منتخب تاهل غير منذ لحظات، تاهل في كاس العرب في الدور الثاني بعد ما فاز ب3-1 على الكويت. فريق قوي، فريق معتبر، فريق ممكن هو اللي خلق لنا صعوبات، لان راح يكون ديربي عرب بيننا وبين الاردن طبعا. واللاعبين تاعنا ممكن الادفيرسير هو اللي شويه ديموتيفيهم شويه، حتى ولو مع الناخب هذا ما نظنش بلي يخليهم، يوعيهم اكثر فاكثر. والمقابله ربما يعني هي اللي راح غادي تكون صعيبه علينا. غادي تقولوا هذا اش راه يهضر، الارجنتين هي صعيبه، هي الشامبيون دي موند، هي الفافوري نيميرو 1. انا نقول باذن الله تعالى متفائل نجموا ندو الباي تاعنا في هذا لي ماتش، وهذا الجروب هذا مليح لينا دان كوتي. تاني تكون عندنا خبره، باسكو هادو سي دو بون ناسيون، نبغوا لا نكرهوا فرق ملاح، منتخبات مليحه قويه. الارجنتين بطل العالم للمره الثالثه 3 كوب دي موند. لوتريش عندهم من يستوار في لا كوب دي موند حتى ولو ما داوش، ما عندهم اوكان تيتر انترناسيونال سواء في اوروبا ولا في كاس العالم. والمنتخب الاردني لاول مره سيشارك باذن الله تعالى، وهذا فخر لنا كذلك، لان راح تكون عندنا يعني الفخر لينا كي غادي نتلاقوا مع الارجنتين، باسكو الارجنتين سي شامبيون دي موند، ولعبنا ديجا مع دي شامبيون دي موند، لعبنا ديجا مع الاسبان، لعبنا ديجا مع الالمان دو فوا. الالمان كي ربحناهم في 82 ربحونا في 2014. دونك نقول من هذا الباب، من هذا المنبر، نقول باللي الانتراج جواب، نجموا ندوا الباي تاعنا ان شاء الله باذن الله تعالى. وانا متفائل مع هذا النخب، مع هذا المنتخب اللي راه عندنا، مع هذا النخبه، هذه الكوكبه تاع اللاعبين تري تري بون جوار. ممكن جدا نروحوا بعيد، ولما لا خلق المفاجاه في المونديال تاع 2026 بامريكا باذن الله. بامريكا طبعا، امريكا والمكسيك وكندا، ان شاء الله نكونوا في المستوى. راني متفائل. تيراج مقبول، تيراج جواب، والى اللقاء في فرصه اخرى بحول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.